يلا بينا نعمل بقى الوصفة اللي انا بموت فيها بجد، ونعمل لها طشة كده تجيب من الاخر، هتلم علينا الجيران. انا مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في الصفحة والقناة، وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. الكبد والقوانص يا جماعة ليها طرق كتير جدا، ومش الكل بيحبها لانها بتكون فيها ريحة زفارة جامدة. انا هقولكوا ازاي تضيعوا اي ريحة زفارة فيها وتاكلوها بجد باستمتاع. هنحضر حلة فيها مية ونحط فيها كام قطعة كده من ورق اللورة، واحط كمان معلقتين 3 من الخل، وعلى نار اول ما يغلو هكون فاصله القوانص عن الكبد. تمام كده، لان كل واحده سواها بيختلف عن التانية خالص. هحط الاول القوانص على النار تاخد تقريبا 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق احط 3 4 دقايق كده الكبد. شايفين الريم يا جماعه والحاجات اللي مش لطيفه دي؟ مش طبيعيه، يعني طلعت زفاره مش طبيعيه. ده غير ان احنا اصلا غسلناها كويس جدا بالدقيق، ولو في معلقه طحينه عندك تقدري تعمليها بيها. غسلتها كويس جدا كمان تحت الحنفيه، وبعد كده ببتدي اقطعها قطع كبيره زي ما انتم شايفين. القطع الصغيره بسيبها زي ما هي، بس انا كده ضمنت السوا الاتنين زي بعض، يعني سوا الكبد والقوانص زي بعض بالظبط. تمام، شايفين بتتقطع بكل سهوله. معلقتين 3 كده من الزيت، اول ما يسخنوا هبتدي انزل بقى بالمكونات بتاعتي اللي هي الكبد والقوانص، واديها تشويحه كده بسيطه يا دوب بس تتشوح. وبعدين هعمل كده دايره من النص، وانزل معلقه محترمه من الثوم. اول ما ريحه الثوم تبدا تطلع هبتدي ان انا اقلبه فيهم بالشكل ده. هحضر بقى طبق محترم كده فيه شويه فلفل. الفلفل ده اختياري وبتاعك انتي، انا حطيت شويه سبايسي وشويه الوان. تمام، تقدري تتنازلي عنه وتقدري ان انتي تعوضيه باي حاجه تانية انتي بتحبيها، بس الصراحه بيكون حلو قوي بالفلفل. بقلب كويس جدا عشان يطعم من الثوم زي ما انتوا شايفين. معلقه كمان من معجون الطماطم او الصلصه. تمام كده، رشه صغيره جدا بقى من الفلفل الاسود، وزيهم كمان من البصل البودره والثوم البودره والكزبره الجافه والسبع بهارات، ومعلقه كده محترمه كبيره من دبس الرمان. لو في حاجه مش متوفره في التوابل دي بتتنازلي عنها خالص، مفيش اي مشكله. ورشه بقى كوسه الطيب، يا سلام بقى، يا سيدي يا سيدي على الطعامه بجد. بتفرق جدا وبتضيع اي ريحه زفاره لو لسه يعني موجوده بعد الغسيل وبعد السلق وبعد اللي احنا عملناه ده. شويه بقى من الملح صغيرين كده، وابتدي بقى ادخلها على النار تاني مع نص كوبايه من الميه، تاخد وتدي بقى مع نفسها كده. وهتاكلوا احلى طبق يجنن خطير بجد. مش عايزه حد يقول ان هو فيه ريحه زفاره خالص بعد كل اللي احنا عملناه ده. هنعمل لها طشه بقى، معلقه من السمنه محترمه ونص معلقه صغيره من الثوم. اول ما الثوم يشم ريحته كده او تحسوا ريحته طلعت، نعمل معلقه صغيره من الكزبره الجافه، وننزل باحلى طشه. شويه بقى كمان من الخل عليها، ويا سلام بقى. بصوا يعني الحقوني بقى كده بكام رغيف عيش وتعالوا لي. بجد تجنن، حلوه جدا، حلوه قوي قوي قوي، وريحتها خطيره، ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. انا الحقيقه بحب اكلها بالعيش البلدي علشان يتحمل كده الصوص اللي احنا فيه ده، فببتدي اعمله من النص زي ما انتم شايفين، يعني بتنيه منه فيه. تمام كده، عشان يحمل كده ويتحمل الصوص بتاعنا. شويه بقى من الجرجير، ودي طبعا اختياريه. وننزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتنا اللي ريحتها بصوا قلبت البيت كله، تجنن بجد، خطير. اوعدكم اللي حتى ما بيحبهاش او بيقرف منها وبيقول انها فيه ريحه زفاره، الدنيا هتختلف معاه خالص بعد ما يجرب الساندوتش ده. شويه من البقدونس لان انا بعشقه بالبقدونس بصراحه، وده اختياري طبعا. وهتاكلي احلى ساندوتش بجد. اوعدك بعد الوصفه دي هتعملوها دايما. حلوه قوي، سهله وبسيطه وكمان اقتصاديه، وبجد الساندوتش كده محترم. يعني الساندوتش ده عشان تجيبيه من بره بمبلغ وقدره. جربوها وباذن الله تعجبكم. عملت وصفات كتير معاكم للكبد والقوانص، وبتهيألي انها عجبتكم، يعني جربوا دي كمان وباذن الله تعجبكم قوي. شايفين الطعام يا جماعه من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها، لانها اقتصاديه وسهله. عصره ليمونه بقى، لزوم بقى ايه يعني ان احنا نظبط المسائل. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مستنية رأيكم ان شاء الله في الكومنتات، ومستنية كمان صور تطبيقاتكم في جروب التطبيقات. شايفين العظمة؟ اتحداكم ان انتوا هتلاقوا فيها ريحة زفرة خالص. اغسلوها بس كويس جدا بدقيق، ولو في معلقة طحينة زي ما قلت لكم، وبجد مش هتشموا ريحة زفرة خالص فيها. انا عارفه اللي هتيجي تقولي في الكومنتات دلوقتي لا طبعا اكيد مليانه ريحه زفاره. اوعدكم بعد ما تجربوا الخطوات بتاعتي، الغسيل والسلق والتوابل واللي احنا عملناه ده كله، هتنبهروا بيها. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.